مساء الفل يا جدعان، ويلكم باك. اهلا بيك يا زعيم في الحلقه الجديده من برنامج الفنان. قبل المونديال ما يبدا بكام يوم اهو جيت لكم بحلقه جديده هنقول فيها اعجب الحاجات اللي حصلت في تاريخ كاس العالم. من الحاجات الغريبه اللي حصلت في كاس العالم كانت من نصيب منتخب الهند. الحوار ده يرجع لمونديال 1950 اللي نجحت فيه الهند في التاهل لكاس العالم، ودي تقريبا كانت المره الوحيده. انا عمري ما شفت الهند في كاس العالم اصلا. الهند صعدت في المونديال ده من غير ما يتعبوا نفسهم اصلا، بعد انسحاب ميانمار واندونيسيا والفلبين كله انسحب. كانت الدنيا معاهم سالكه خالص، سالكه تنسوا الدنيا عنا. قبل انطلاق البطولة قدمت الهند طلب بتطلب فيه انهم يلعبوا كاس العالم حافيين، عايزين يلعبوا في الحدث الاقوى والاشهر على مستوى العالم من غير جزم، عايزين ينزلوا على الله كده. منظمين البطولة قالوا لهم مش هينفع تلعبوا من غير جزمة، لان قوانين كاس العالم بتقول ان ما ينفعش حاجة زي كده تحصل. الحوار ده ما عجبش لاعيبة الهند خالص، وقالوا اللي هتخلينا نلعب حافيين لا اما هننسحب. والله المنظمين قالوا لهم انسحبوا بس كده. حافيين؟ انتوا جايين تلعبوا بيلي، انتوا جايين كاس العالم يلا. وللاسف الهند ما قدرتش تلعب البطوله دي وانسحبت من البطوله. ما عندهم حق والله، وانت بتلعب في حوش المدرسه. انا عاوز كمبيوتر. خد ابو كرتونه ارض 40 يعني مساحه كبيره للتخزين. ماوس ليزر. خد ماوس ليزر. الحكايه التانية معانا كان بطلها حارس مرمى منتخب كوبا في كاس العالم 1938. كان في مباراه بين منتخب كوبا ومنتخب رومانيا وانتهت بالتعادل 3-3، وكان وقتها مفيش وقت بدل ضايع ولا ركلات ترجيح، فكان في حاله التعادل بيتم اعاده المباراه بعدها ب4 ايام. ولكن حارس منتخب كوبا اللي هو بينيتو كارباخاليس، هو اسمه كده، راح لمدربه وقال له انا مش عايز العب المباراه دي. طب ليه يا اسطى مش عايز تلعبها؟ ليه انت اتجننت؟ قال لهم بصراحه انا مش هكون فاضي، اصلا انا هكون المذيع بتاع ماتش الاعاده ده، فبصراحه مش هكون موجود. الباشا عايز يروح يذيع الماتش اللي هو اصلا المفروض يلعبه. انا مش عارف والله البانجو زمان كان مضروب ولا ايه، الواد ده مقطع بطاقته والله. ومن الحاجات الغريبه اللي حصلت في كاس العالم برضه هي حكايه منتخب ايطاليا وموسوليني. موسوليني من الرؤساء المجانين زمان، حاجه كده زي هتلر، هم كانوا اصحاب اصلا. المهم المعلم موسوليني ده كان رئيس ايطاليا وقتها، وفي مونديال 38 موسوليني اكبر منتخب ايطاليا على لبس تيشيرتات سودا وشرات سودا، تحس رايحين يعزوا، وجمع لاعبي المنتخب كلهم وهددهم بالقتل لو ما حققوش كاس العالم. قال لهم لو ما كسبتوش البطوله دي والله اللي هلمحوا فيكم همرجعوا. يعني موسوليني هيقعد يقول امثال سرسجيه كده؟ يا زعيم هو انت كل حاجه تقفش عليا فيها؟ يا عم تسيبني احط التاتش بتاعي. وبالفعل ايطاليا توصل لنهائي كاس العالم قصاد المجر، ويقدروا يفوزوا على المجر بنتيجه 4-2. خرجت لاعيبه المجر من المباراه وقالت نعم خسرنا ولكننا انقذنا 11 بني ادم كان ممكن يتقتلوا في لحظه. والله لاعيبه المجر ناس بتفهم يا عم. وبس كده يا زعيم حلقتنا خلصت لحد هنا. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، ولو ما عجبتكش اوعى تعمل الحاجات دي. سلام.